السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصفات عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. اللهم بلغنا عرفات. يا رب اللي نفسها في دعوة حلوة كده وبتدعيها ربنا يستجيب ليها في الأيام الحلوة دي، اللي نفسها في نونو ربنا يرزقها بنونو، واللي نفسها تتجوز ربنا يرزقها بالزوج الصالح، واللي نفسه ان هو يعلو بالدرجات ويبقى من المتفوقين. اللهم ارزقنا التوفيق في حياتنا يا رب العالمين. يلا بينا، عملت النهارده وصفتين حلوين جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أول وصفة معايا كانت الفتة بالخل والثوم والعيش المتحمر، وعملت طبق مخلل. بصراحة ما عملتش بدنجان ولا الكلام ده كله، قلت كفاية الثوم والحاجات اللي بتبقى في الفتة والدسم اللي في الرقاق. وعملت بقى شوية رز أبيض، وعملت كمان دخلنا على الحاجة الحلوة بتاعتنا، الرقاق الطري بالزبدة والقشطة والشوربة الدسمة والعصاج. بس كده وخلاص على كده. عملت خليط توريقة تحفة جدا جدا. انا حطيت القشطه كده، حسيت ان انا حلواني في نفسي كده، وحطيت القشطه قطعتها وحطيتها من فوق زي الكريم شانتيه، كأن انا عملت تورتايه حلوه جميله. اللي حابب يشيلها وياكل زي الفطير براحته خالص، اللي حابب ياكلها ويكمل دسامه بالقشطه يبقى براحته خالص. عملت هنا بصوا بقى، ما شاء الله تبارك الرحمن. هقول بسرعة خليط التوريقة اللي أنا عملته وهعيده بعد كده. عملت زبدة مع شوربة دسمة مع معلقة من القشطة مع بيكنج باودر، وخلاص على كده. عايزة اوريكم بقى من جوه والتوريقة بتاعته، واللحمة جوسي ازاي قد ايه. ثواني. واللحمة جوسي ازاي قد ايه. ماشي، بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفين التوريقة دي بسبب البيكنج باودر اللي انا حطيته مع الزبدة. بصوا من تحت متحمر ومتقمع وحاجة كده تحفة جدا. سويناها على نار عالية من تحت ومن فوق، شغلنا الشواية والفرن من تحت لغاية ما اخد وش من فوق ومن تحت، وخلاص على كده. وكمان يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الوصفة بقى واوريكم خليط التوريقة. عملت بصوا الرقاق. عملت العصاج الاول لحمه مفرومه، ممكن ربع كيلو كمان، ومعاها التوابل ومعاها بصل وحمرتهم وبس. لا حطيت لا جزر ولا فلفل ولا الكلام ده كله، حابين تحطوا انتوا زودوا براحتكم. وادي التوريقه هحطها، هقولها لكم كمان. انا عملته بالزبده، الزبده فيها كل حاجه. بصوا الزبده فيها كل حاجه. وادي العصاج ودهنت من الخليط بتاع التوريقة كل ورقة. طيب ايه خليط التوريق تاني؟ معلقتين من الزبدة حلوين كبار، ومعلقة من القشطة، وشوية من الشوربة بتاعة اللحمة التقيلة، ومعلقة ونص معلقة من البيكنج باودر، وبس كده. يلا بقى ندخل على التقيل، اللي هي اللحمة بتاعتنا الحمرة الحلوة، وشوية الشوربة الجمال اللي هيقوموا لنا الحفلة دي كلها. ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا بصراحة الشوربة بتبقى حلوة مع الموزة، ولكن انا بصراحة اولادي ما بيحبوش الموزة، فعملتها بقى اللي هي قطع اللحمة كده. انا ما كنتش بحمر اللحمة الاول، كنت بسلقها عادي واشيل الريمة بتاعتها عادي. بس حبيت ان انا اجرب الطريقة الجديدة، بصراحة طلعت تحفة جدا جدا. حمرت اللحمة في سمن بلدي الاول، يعني معلقتين كده سمن بلدي، وخليتها نزلت الدسم بتاعتها وحبست العصارة بتاعتها جواها. ونزلت بقى بالبوكيه جرنيه بقى البصل وخليتهم اخدوا تحميرة بسيطة، والفلفل والحاجات دي كلها، وورق اللوري والحبهان. ونزلت بالمية، كانت بتغلي المية وكملت غالية على طول لغاية ما استوت. في الاخر خالص حطيت لها الملح. طيب عملت شوية رز ابيض يستاهلوا بقكم مخصوصين علشان خاطر الفتة. عملت الرز الابيض ازاي؟ غلفته بالسمنة
أو المادة الدهنية اللي انت حباها. طبعا لازم يتغلف ويتحمر كويس جدا، بس مش تحمير كده، يعني اول ما يبتدي يا دوبك هيدي لون، بروح ايه طشيته بشوربة طبعا علشان خاطر يديله نكهة حلوة. ما احنا عندنا شوربة لحمة يعني. وبعدين كل البيوت فيها لحمة مش انا بس. خليته غلى غلوتين على العالي، وبعد كده وطيت عليه. طيب العيش ده ناشف. العيش ده ناشف، انا نشفته شوية، وبعد كده طلعته واديته معلقة من الثوم البودر او الثوم الفريش مع الفلفل الاسود مع الملح، وحطيت شوية سمنة بلدي كده، ووطيت النار لغاية ما بقوا عاملين زي الحواوشي، زي عيش الحواوشي بالمنظر اللي انتوا عارفينه ده. طبعا كلنا دلوقتي اللي عنده اللي عامل أضحية وعنده لحمة، واللي مش عامل جاتله الأضحية هدية لبيته. فكل البيوت المصرية أو الغير مصرية عندها لحوم بإذن الله تعالى. طيب عملت بقى طبق كفتة كده علشان اللي مش بيحب اللحمة المسلوقة عندي، للولد الصغننين يعني، وكده الرقاق بقى زي الفل. تعالوا بقى نشوف اهم حاجة في الوصفة بتاعتنا شوية الشوربة دول، ونشوف كمان التسبيكة بتاعت ايه، بتاعت الفتة. شوية الصلصة الحلوين دول اشوفوا هنعملهم ازاي. بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، بصوا. طبعا انا اديت اللحمة بعد ما طلعت، حبيت ان انا احمرها كده وقطعتها صغير علشان خاطر اللي ياخد معلقة من الفتة ياخد معاها قطعة من اللحمة. وعملت شوية توم كتير حلوين كده، حمرتهم في السمن البلدي، ونزلت عليهم بشوية من الخل مع شوية كزبرة حب، ونزلت عليهم مع بشوية من الخل، طشيتهم بيهم كده وبس كده. نصها حطيت عليه شوية من الطماطم اتسبكت، بقت تسبيكة الشوربة، بقت تسبيكة الفتة، وشوية حطيتهم كده على الوش. ده العيش اللي زاد مني، قلت علشان خاطر هشيله في الديب فريزر متقطع، بحيث ان اللي عايز يبقى ياخد ويحمر على طول وما يشيلش هم اي حاجة. حطيته في اكياس كده طبعا، وحطيته في الفريزر او في الديب فريزر على طول يتعمل عيش للفتة. طيب بصوا بقى، ما شاء الله تبارك الرحمن، الاكياس دي حلوة محكمة الغلق جدا جدا وجميلة. تعالوا نستعيد بقى مع بعض الجمال تاني. بصوا حاجة كده من ورا الخيال. بصوا الزبدة، بصوا القشطة، بصوا الحلاوة. يلا نعيد الوصفة كمان مرة علشان اللي حابب ان هو يعملها. خليط التوريقة بتاع الرقاق الطري، معلقتين من الزبدة البلدي او النيوزيلندي اللي انتوا حابينه، معاها معلقة حلوة من القشطة، معاها نص معلقة من البيكنج باودر، معاها شوية من الشوربة. ده خليط التوريقة، محطتش اي حاجة تانية غير كده. حابين تحطوا لبن بقى، انا استغنيت بالقشطة. حابين تحطوا لبن براحتكم، حابين تحطوا زبادي براحتكم، حاجة كده من ورا الخيال بصراحة. بصوا بقى، حاجة كده تحفة جدا جدا جدا، وكان الطعم حلو جدا، واللحمة كانت حلوة ولذيذة وجوسي. اديها اديها الملح بتاعها في الاخر علشان التسوية بتاعتها ما تتعطلش معاكي، ولما تحبي تزوديها بمية سخنة بتغلي، واخده بالك. بس ادي الخلطة بتاعتي. بصوا الرز، بصوا العيش المتحمر، بصوا اللحمة عاملة ازاي في نفسها، حاجة كده تحفة جدا يعني ما شاء الله. بصوا حتة الموزة دي بصراحة كانت عندي وحطيتها مع اللحمة، علشان انا بحب لحمة الموزة اللي هي بتبقى طرية، واللحمة دي اللي احنا قطعناها مع بعض وحطيناها.
وفرشنا الصينية بتاعتنا وحطينا بعدها الرقاق في الأطباق، وكانت دي وصفتنا. وكل سنة وحضراتكم طيبين، وانتظروني في باقي الوصفات الحلوة الجميلة بتاعة عيد الأضحى إن شاء الله. كل يوم أو كل يومين هننزل وصفة حلوة جدا جدا. لا تنسوني في الدعاء وافتكروني بدعوة حلوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم جودي شانيل. كانت معاكم جودي شانيل.